بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على الجميع. النهاردة السبت 4 مايو 4/5/2024. احنا بنقول النبات لما بياخد احتياجه بصورة صحيحة بياخد الوقاية من الأمراض الفطرية والحشرية، بيبقى النتيجة زي ما احنا شايفين كده. نبات ما شاء الله صحي، مفيش أي إصابات فطرية أو حشرية اهو. خلاص، مفيش أي ورق اتخرم اهو زي ما انت شايف كده اهو. خلاص، الدنيا زي الفل. ولما النبات بياخد احتياجه من التغذية بصورة صحيحة بتبقى دي النتيجة، خاصة لما أعمل عملية الخف في التزهير. احنا قلنا الخوخ نبات بيظهر بنسبة كبيرة وبيحصل فيه العقد بنسبة كبيرة جدا، فلازم أخف التزهير اللي بيكون على الطراحات. ده طراح كان موجود، عملنا عليه عملية خف التزهير. لما الحباية بتاخد مساحة من التغذية الخاصة بيها على الطراح بتوصل لحجم كويس. يعني طراح زي ده لو انا عايز اخد حجم كويس من الحب اللي عندي، اخد كواليتي مخليش عليه اكتر من 3-4 ازهار، بنوصل في النهاية للحجم المثالي زي اللي انت بتشوفه في السوق، وبتاكل حاجة اورجانيك من قلب بيتك اهو. زي ما انت شايف كده اهو، مفيش اي اصابات، ثمرة نظيفة اهي، وحجمها ما شاء الله زي الفل اهو اهو. تمام. لو انت اشتغلت اديت النبات احتياجه بصورة صحيحة من التغذية، خلاص هتاخد الحجم اللي احنا شايفينه قدام عينينا ده. وتحياتي لكم جميعا.